ما انت كل ما تقعد تفكر لها وتحسبها وتقول ده فاضل 6 متوشة، لو الزمالك قدر يكسبهم كلهم او يكسب حتى 5 بس ويتعادل ماتش، لا ده مش هياخد مركز تاني اللي احنا كنا بنحلم بيه بقى عشان نلعب في دوري الابطال. لا ده احنا ممكن ناخد الدوري كمان، ويكون اغرب دوري الزمالك خده في التاريخ، ويكون اغرب دوري فرقه خدته اصلا دوري مصري في التاريخ. اخواتي الزملكاويه، ما تفكروش كتير وما تقعدوش تحسبوا لها، لان اول ما تفكر ان احنا ممكن نعمل الموضوع دوت، بص على سكواد الفريق بتاعك، بص على منظر الفرقه، بص على اداء الفرقه الهجومي اللي يشيل واللي يعيل، واللي لما بتلعب قدام فرقه بتتكتل قدامك وبتلعب زون ديفنس ما بيبقاش عندك حلول. النهارده الزمالك كل تفكيره في ماتش الحرس النهارده على الكور الطويله، مفيش حاجه غير الكور الطويله، عايز تلعب كور طويله بس. تيجي تبص على الدكه الشوط الثاني لو هتغير، عندك ايشو وميشو والزناري وسيف فاروق جعفر، مفيش غير اللعيب الوحيد اللي موجود على الدكه ممكن ينزل يغير لك من شكل الفرقه ويجيب جون او يصنع جون ويكون مؤثر، هو ناصر منسي بس. وده اللي حصل فعلا، ان الراجل ليه تاثيره لما بينزل، بتحس بتشعر بمهاجم، ما بيبقاش كده موجود وخلاص، لا. انما تيجي تبص على منظر الفرقه، مفيش بسير ومفيش افكار، كره طوليه بس. تيجي تبص كمان في غياب زيزو السكواد بقى فقير ومنعدم، يمكن فتوح عوضها لك شويه. النهارده برضه غياب عمر جابر كان مؤثر، محمد شحاته قد دور هايل بصراحه، هو واحمد فتوح الشوط الاول. محمد شحاته لاعب برضك اداؤه الهجومي تحس ان هو في نزعه هجوميه اعلى من عمر جابر، كفايه الاوفر بتاعه، بيعمل اوفرات 10 على 10. يا جماعه تيجي تبص على منظر الفرقه، سكواد الفرقه مش سكواد يكسب 6 ماتشات، لسه فيهم ماتش مصري وماتش بتروجيت وماتش سيراميكا، ماتشات صعبه. لا انا شايف صعب قوي قوي ان احنا نكسب 6 ماتشات. الامل كله ان احنا لو كسبنا 4 ماتشات والاهلي وقع ماتش واتخصم له كمان 3 نقط اللي هم المفروض الطبيعي ان هم كانوا اتخصموا اصلا ورجعوا شالوهم، الزمالك ومجلس ادارته لازم يضغط كل يوم وكل دقيقه وكل ساعه على الموضوع دوت لحد ما يرجعوا خصم 6 نقط كاملين، لان الموضوع ده هو هيبقى شكله كده النقطه الفاصله اللي هو هيبقى لا اما مركز تاني لا اما نلعب كونفدراليه. لان انا شايف بمنظرنا ده صعب 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 نكسب ال6 ماتشات. كمان منظر فرقه دفاعيا تحس ان الزمالك حلو جدا كافراد كاسامي، لا الزمالك دفاعيا عنده احسن مدافعين وعنده باكات 10 على 10 سواء بنتايج ولا عمر جابر لما بيغيب محمد شحاته. بس تيجي تبص تلاقي بيخش فينا جون بكل سهوله واخطاء دفاعيه كتيره. طب ليه؟ طب ايه المشكله؟ اللعيبه بتتحرك غلط، اللعيبه متاخره دايما في قراراتها الدفاعيه، في دربكه الكره عاليه رغم ان احنا عندنا 3 مدافعين طوال القامه، لا تحس ان الكره العرضيه كتير قوي بتعدي منهم، في حاجه غريبه.